السلام عليكم. لمحمد بن عبد الكريم قصيدتي، لكليهما قل في المديح مثال. جمع من الشعراء جاءوا بابه، مدح الأمير تشرف وسؤال. تكريم شعر هل سيوفيه حقه، أم شاعر في صمته إجلال؟ وضعوا على كفيه عرش خلافة لم يغره لا منصب ولا مال، وبنى بقلب الريف جمهورية حلم الكثير بمثلها وخيال. الصين تطلب علمه وكفاحه، ألنا على تاريخنا إقبال؟ فلكم نكرنا أصلنا وجذورنا، ولكم لغيرنا تنسب الأفضال. ليس في قضية الحرية أمر وسط، ليس في قضية الحرية أمر وسط. هكذا قالها، وهكذا عاش بها، هكذا حارب لأجلها. إنه الأمير المجاهد والقائد الرئيس والصحفي أيضا والشاعر، الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، أو مولاي محمد كما يعرفونه في لغة الأمازيغ البربر في شمال إفريقيا، في شمال المملكة المغربية الآن تحديدا. ولد محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله في العام 1301 من الهجرة، الموافق للعام 1883 من الميلاد، في بلدة تسمى أغادير ما بين ماليليا وتطوان في المغرب. تولى والده رحمه الله، وكان والده هذا أميرا على قبيلته أو زعيما عليها، ونصبه البربر فيما بعد ذلك أميرا عليهم. علمه والده القرآن وحفظه له حتى أتمه كاملا، وعلمه أيضا تقاليد الشريعة، وعلمه أصول العقيدة. وبعد ذلك أرسله ليتعلم في الابتدائية، أنهى الابتدائية، دخل في الثانوية، ثم أرسله ليتعلم اللغة العربية وتقاليد العلم الشرعي في الفقه والأصول في جامعة القرويين بمدينة فاس. أنهى رحمه الله دراسته الجامعية، ثم عاد اشتغل معلما فترة قليلة، ثم بعد ذلك اشتغل قاضيا، ترقى في القضاء حتى صار قاضيا للقضاة، وذلك في مدينة مليلة. ومدينة مليلة آنذاك محتلة. كان عمره في ذلك الحين 33 عاما. خبرته ذلك العلم الشرعي، إنه ابن رئيس في المكان الذي يحيا فيه، وهو قاض من القضاة. أيضا هو تعلم اللغة العربية، ثم عمل خلال هذه الفترة صحفيا مراسلا ومحررا في جريدة تلغراف الريف. الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله كان يحيا في منطقة قلنا اسمها منطقة الريف. هذه المنطقة لها طبيعة، إنها مجموعة من الجبال بينها مجموعة من السهول. كانت هذه الجبال مؤثرة في التكوين الشخصي والبنية النفسية لقائدنا. أيضا نضيف هذه إلى ما سبق من الأمور الشرعية. شارك الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي والده في الحرب العالمية الأولى، والتي دخلها البربر انضواء تحت لواء الخلافة العثمانية في دول المحور ضد مجموعة الحلفاء، والتي انتهت بهزيمة الدولة العثمانية. الأسبان وضعوا أيديهم على منطقة الريف وجعلوها تحت حمايتهم. منطقة الريف هذه التي بها الأمير محمد بن عبد الخطابي ووالده. المثير في الأمر أن الأسبان أرادوا أن ينكلوا بالزعيم والد الشيخ محمد بن عبد الكريم الخطابي، فقبضوا على ابنه محمد بن عبد الكريم وحكموه. ولما سأله الجنرال رئيس المجلس العسكري الذي تولى المحاكمة، قال له: أأنت تحارب ضد الحلفاء؟ قال: نعم. قال: ولم؟ قال: إن الخلافة العثمانية قد نادت بالجهاد. قال: وما شأنك بالخلافة العثمانية؟ قال: إنما أنا جندي من جنودها، إذا ما دعوني إليها فواجب الدين أن أقوم بتلبية هذا النداء. قال له وهو يضحك: يعني قد علمناك نبيلا ومن أسرة نبيلة وتعمل قاضيا، ما شأنك وما شأن هذا؟ قال: إن كان عملي قاضيا سيعطلني عن أداء واجبي، فسأستقيل من العمل في القضاء. عاقبوه حينها وحكموا عليه بالسجن لمدة عام. نفسه الثائرة لم تحتمل الحبس، حاول الهرب وتدلى بحبل من السور بعد أن أتم خطة معينة.
ولكن كان الحبل قصيرا فسقط من ارتفاع عال وكسرت قدمه، ومن شدة الألم أغمي عليه. بعدها بوقت قصير عثر عليه الجنود الإسبان الذين كانوا على هذا السجن فأعادوه، ومكث 4 أشهر ثم خرج مرة أخرى وذهب إلى والده. في ذلك الوقت كان والده رحمه الله يعد العدة لقتال الأسبان، ولكن كان والده في الأيام الأخيرة، لذا أوصى إليه هو وأخيه الذي يصغره، وقال لهما: إن لم تحاربا لأجل تحرير الريف فاستقيلا وابتعد عن المكان، ابحث عن مكان آخر تحييان فيه. وهنا حمل محمد بن عبد الكريم الخطابي هذه الوصية وعمل على أن ينفذها ويطبقها. ماذا كان أول ما فعل؟ هذه المنطقة كانت تحيا فيها قبائل البربر الأمازيغ. طبيعة القبائل كما تعرفون حالة من العصبية، هناك ثأر موجود، هناك خلافات لأمور تافهة، ربما تضيع حياة المرء لسبب تافه لأتفه الأسباب. جمعهم في اجتماع كبير في جبل يسمى جبل قاما. في هذا الجبل اجتمعوا منذ منتصف إبريل، وظلوا أسبوعين في هذه الاجتماعات حتى أوائل الشهر الذي يليه، شهر مايو. في هذه الاجتماعات توصل بهم محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى نقطة فاصلة، ألا وهي: لن نحكم القوانين العرفية، لن نلجأ إلى رؤساء القبائل ليحكموا فيما يبدر من شجارات وخلافات، بل سنعود إلى أحكام الشريعة. حسنا، اتفقنا، سنعود إلى أحكام الشريعة. ثم شرط عليهم: ولن نجعل في قضايا القتل إلا القتل، فصار القتل عقوبة للقتل. عندئذ صارت الحياة لها قيمة لدى الجميع، ولم يعد لديهم أي فرصة كي يدفعوا فدية وما إلى ذلك. هذا كان أول مجهود قام به لكي يوحد القبائل. بعد أن وحد القبائل بدأ في تجميع القوات التي ستقاتل معه كي يكمل وصية أبيه في مقاومة الاحتلال الإسباني. كان عمره حينذاك 39 عاما. بعد هذا الاجتماع انطلقت شرارة الجهاد، انطلقت شرارة الثورة التي قادها محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله. كان ذلك في العام 1921. بعد شهر واحد فقط من هذا الاجتماع كانت معركة دهار أبران، وفي هذه المعركة وب300 جندي فقط تمكن رحمه الله من أن ينزل هزيمة نكراء بالإسبان في هذه الموقعة. ليس هذا فقط، بل استعاد منهم مواقع استراتيجية في تلك المنطقة. مر الوقت، ثم بعد شهر آخر كانت تلك الملحمة العظيمة، الملحمة التي تعرف في التاريخ الحديث بملحمة أنوال. ذلك التاريخ كان في بدايات القرن الماضي، هذا تاريخ لا نذكره للأسف، لا يعلمه الكثيرون. أنا شخصيا فوجئت لما قرأت أن هناك قائدا عظيما وأسطورة كهذا الرجل محمد بن عبد الكريم الخطابي. أولئك الذين كانوا يخشونه من قوات أوروبا هم الذين يعرفونه جيدا، وسنرى كيف كانوا يحكون عنه في اجتماعاتهم. معركة أنوال هذه كانت بدافع الثأر أو بدافع التنكيل. كان يقود القوات الإسبانية في ذلك الحين جنرال يعرف بالجنرال سيلفستر. سيلفستر هذا كان متكبرا، كان متعاليا، وربما يقول البعض أن هذا حق له، فإسبانيا لتوها خرجت من الحرب العالمية الأولى منتصرة مزهوة، وكان جيشها هو ثالث أقوى جيش على مستوى العالم. أقوى جيش حينها كان فرنسا، والجيش الثالث في القوة على مستوى العالم كان جيش إسبانيا. أرسل محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى القائد هذا سيلفستر وقال له لا تدخل إلى بلادنا، وحذره من أنه سيلقى مصيرا لا يحبه. عندها أجاب سيلفستر بكل غرور: إنما أنا ذاهب لأمسح حذائي في الريف لا أكثر. يريد أن يقول أن ذلك المجهود الذي سيبذله في اكتساح الريف لا يساوي ذلك المجهود الذي يبذله وهو يمسح حذاءه. حسنا، فلنرى ماذا ستفعل. تحرك بجيش قوامه 4
120 ألف جندي معهم أسلحة، أحدث الأسلحة في ذلك الحين. ترك له الأمير محمد بن عبد الكريم المجال مفتوحا، تقدم وتقدم وتقدم، بعض المناوشات الصغيرة هنا وهنا، والغرور يأخذه حتى وصل إلى منطقة أنوال واستوطن بها. تركه الأمير محمد بضعة أيام أيضا، ثم قام بحصاره. المنطقة الجبلية في ذلك المكان كانت تساعد كثيرا. بعد ذلك الحصار حاول أن يقاوم الجيش الإسباني، حاول أن يحارب، إلا أن المعركة انتهت بهزيمة ساحقة. هذه الهزيمة كانت في 16 من ذي القعدة للعام 1339 من الهجرة، الموافق ل 22 من يوليو للعام 1921 من الميلاد. احفظوا هذا التاريخ جيدا، فهذه معركة قل أن يحدث مثلها في ذلك الزمان. لاحظوا معي، وهذه الأرقام لابد أن تطلعكم على مدى عظمة هذه الملحمة. قلنا أن القوات التي كان يقودها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي كان عددها قليل، يعني ما بين 4000 و5000. القوات التي كانت في الجيش الأسباني الذي جاء 24 ألفا، أي 5 أضعاف الجيش المسلم. انتهت المعركة بالهزيمة، قتل القائد سيلفستر، وكانت حصيلة القتلى من الأسبان أكثر من 15 ألف قتيل و570 أسيرا، بالإضافة إلى تلك الغنائم العظيمة: 500 مدفع من مختلف الصناعات، 30 ألف بندقية، 1,000,000 خرطوشة، وما لا يحصى من السيارات والشاحنات والمواد الأخرى، إضافة إلى استرجاع 130 موقعا استراتيجيا من المواقع التي احتلتها إسبانيا. هذه المعركة كان لها صدى مدويا في ذلك الزمان. كيف لثالث أقوى جيش في العالم ينهزم أمام هذه المجموعة الصغيرة؟ وأين؟ في شمال المملكة المغربية. هذا النصر كان نصر من الله عز وجل، عضد به هذا الرجل الذي نشأ نشأة إسلامية صحيحة، وأولئك الرجال الذين انضووا تحت لوائه وهم لا يرجون إلا نصرة هذا الدين. كان واقع الهزيمة في أوروبا مدويا، وسنرى فيما بعد كيف كان رد فعلهم الذي ألجأهم إلى جرائم أرجو أن يحاسبوا عليها يوما ما. بعد هذا الانتصار العظيم جاءت قبائل بقى من الريف من هنا وهنا إلى الأمير محمد، وقالوا له: نريد أن نلتحق بك. جمعهم جميعا وعقد مؤتمرا شعبيا مثلت فيه جميع القبائل. في هذا المؤتمر الشعبي اتفقوا جميعا على الدفاع عن أرض الريف. أحسوا بقيمة الانتصار، وأحسوا قبلها بقيمة الدين، لأنهم لما لجأوا إلى أحكام الشريعة تخلصوا من الثأر وتخلصوا من الشقاق الذي كان موجودا بينهم. عندها أعلن الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي تأسيس نظام سياسي. هذا النظام السياسي يشبه تماما نظام الخلافة الذي كان معتمدا، يعني أصوله أقصد تشبه الأصول التي اعتمدها الخلفاء الراشدين إلى جانب الشورى. تم تشكيل مجلس شورى. هذا المجلس كان يعرف بالجمعية الوطنية، كانت تتكون من 80 من زعماء القبائل. هؤلاء كانوا يقومون بدور هام، ألا وهو تنظيم المقاومة الوطنية وإدارة شؤون البلاد. ليس هذا وفقط، بل وضع الرجل دستورا من 40 مادة. كان مبدأ هذا الدستور الكلمة التي أعلنها: لا حرية دون دستور. لاحظوا أن الرجل يقاتل من أجل الحرية وبمرجعية شرعية إسلامية. تم إعلان استقلال جمهورية الريف، وكان اسمها الجمهورية الاتحادية لقبائل الريف. كان هذا في العام 1921 تحديدا، يوم 18 سبتمبر، وهذا اليوم هو يوم استقلالها، يساوي العيد الوطني أيضا لها، وكانت لها عملة تعرف بالريفان. أجمل ما في الأمر أننا أصبحنا أمام دولة دستورية وحكومة مدنية، ولكنها بمرجعية إسلامية. وكانت هناك وزارات أيضا، كانت هناك 4 وزارات أقرها الدستور:
مناصب رئيسية، مستشار رئيس الجمهورية، هذا يقوم مقام رئيس الوزراء، أيضا وزير خارجية ووزير للمالية ووزير للتجارة. أما بقية الأعمال الأخرى الحربية فكان يتولاها أو هي من اختصاصات رئيس هذه الجمهورية، وهو مولاي محمد أو الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. هذه الدولة كانت تقع على مساحة 20,000 كيلو متر مربع، مساحة ليست كبيرة، ولكن كان يسكنها 500,000 مسلم. هذا على المستوى الداخلي. قبل أن ننتقل إلى المستوى الخارجي نذكر أنه أقام نظاما للجند، كان هذا النظام يعني ينسب إليه، هو أول من أبدعه. كان هذا النظام يقتضي أن كل فرد يجب عليه القتال كان يلتحق بالجندية 15 يوما، ثم يعود لممارسة حياته العادية الطبيعية 15 يوما آخرين. وهذا النظام لو تلاحظون هو الذي أخذته عنه فيما بعد القوى الصهيونية في إسرائيل. هذا في الداخل. أما في الخارج الرجل أنشأ علاقات دبلوماسية واسعة، أرسل إلى دول العالم وإلى عصبة الأمم وإلى الفاتيكان أيضا يعلمهم بأنه يريد أن يقيم علاقة، وطلب من عصبة الأمم أن يعترفوا به إلا أنهم رفضوا ذلك. لماذا؟ لأن الدول الاستعمارية الصليبية الحاقدة هي التي كانت تقوم على تصريف شؤون عصبة الأمم. انتصر الرجل، قلنا أقام دولة إسلامية ذات مرجعية إسلامية مدنية حديثة، بنى المستشفيات، بنى التعليم، أرسل بعثات للتعلم في أوروبا. هذه دولة كانت نواة ينظر إليها المسلمون في العالم الإسلامي الضعيف في ذلك الوقت على أنها أمل عظيم، إلا أن الحقد الصليبي لا يتوقف. لم يتحملوا الإسبان، لم يتحملوا الهزيمة. الفرنسيين حقدهم الصليبي حضر، أيضا البريطانيين. ولذا بدأت التحركات. يقول كورتي وهو عضو مجلس العموم البريطاني عن الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، وذلك في العام 1923، أي بعد عامين من تأسيس الجمهورية الاتحادية لقبائل الريف. ماذا يقول كورتي؟ يقول إن هذا الرجل، يقصد الخطابي، الذي ينادي باسمه أهل آسيا وإفريقيا والهند ويتغنون باسمه، إن هذا الرجل الذي يزعم هؤلاء أنه يقاتل باسم الإسلام ويعيد إمارة المؤمنين والخلافة، إنه لخطر عظيم على البلاد الأوروبية. كانت هذه هي البداية. الدكتاتور الإسباني بريمو دي ريفيرا قرر أن يتحرك، جمع جيشا وأراد أن يتحرك في اتجاه جمهورية الريف، يريد أن يعني يحتلها وأن يستعيد كرامته التي أهينت على أيديهم. عندئذ قرروا مخاطبة أقوى جيش صليبي، إنه الجيش الفرنسي. عندئذ اجتمعت القوى الفرنسية مع القوى الإسبانية في تحالف صليبي بمباركة بريطانيا، وتحركوا في اتجاه جمهورية الريف. بدأ الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله في التحرك، وواجههم موقع واثنتين ويهزم الإسبان هنا، وأخوه في منطقة أخرى يواجه الفرنسيين ويهزمهم أيضا. فلجأوا إلى حيل المعروف أنها هي الحيل التي تهدم أعظم الجيوش وأعظم الممالك. اشتروا بعض الناس بالمال، اشتروا الصوفية تحديدا بالمال، وبدأ الصوفية يشيعون في الجمهورية أنه ليس هذا هو الجهاد، ليس هذا هو المطلوب، فتقاعس بعض الناس. ثم لجأ المستعمرون إلى بعض زعماء القبائل ضعاف النفوس وأغروهم بالمال، فسحبت تلك القبائل الجنود التابعين لها. لم يتبقى مع الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي سوى 20,000، وبقي حتى يحاربهم، فهجموا عليه هجمة شديدة الإسبان والفرنسيين، ورفض أن يسلم لهم وحاربوه حتى وقع أسيرا. أخذوه وحبسوه في جزيرة لمدة 21 عاما كي يصاب بلوثة في حبس انفرادي، إلا أن هذا لم يحدث. وحدث أنهم أرادوا أن يرحلوه إلى فرنسا لكي ينكلوا به أكثر بعد 21 عاما في الأسر. وبعد أن مر باليمن ثم مر بمصر، طلب الملك فاروق في حيلة تحسب له
طلب أن يقابله فنزل فآواه عنده ورفض أن يسلمه، فأعلنت فرنسا حينها أن الملك فاروق قد خانها. ظل الرجل مقيما في مصر رحمه الله حتى توفي في 6 فبراير من العام 1963 عن عمر يناهز 80 عاما. إن كنت مدفونا بقاهرة فقد يحييك ذكر في البلاد يقال، بمقابر الشهداء مصر تنيمكم، أم الدنا أبناؤها أبطال، الثائرون بأرض مصر تجمعوا، وكفى هناك مدجج ونضال. يا سيدي عذرا لقد قصرت، أنت ترى بإجلال ولست تقال، عذرا فحسبك أن تظل معلما من شخصه تتعلم الأجيال. رحم الله الأمير المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي وأسكنه فسيح جناته. لا زال كما يقول المؤرخون في العصر الحديث يقاوم ويجاهد وهو في قبره عبر الذين تعلموا منه ومشوا على أثره. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، لكم مني أطيب التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبك تهتف الأمم، فأنت السيف والقلم. أعز الله فيك الدين، بالذل اكتوى الصنم. ومن فرح بك الإسلام كبر واحتفى الحرم. مقام